الطبيعي إن أقولك اللي أذاك سامحه، أو حتى أصبر لغاية لما ربنا ياخد لك حقك منه، والاتنين صح على فكرة، أنا مش ضدهم. بس في حالات قابلتها حاولت تسامح اللي أذاها أو حاولت تصبر لغاية لما ربنا يجيب حقها، حصل عندهم مشاكل نفسية كبيرة، أمراض نفسية أثرت حتى على صحتهم الجسدية مش النفسية بس، وبقى هم اللي عندهم مشكلة وماشيين يأذوا في الناس. ترجع تدور إيه اللي خلاهم يعملوا كده، إن هم حد أذاهم أو ظلمهم وسكتوا، سامحوا، كانوا مغلوب على أمرهم، استنوا ربنا يجيب حقهم وما شافوش ده دلوقتي أو ما شافوش في الدنيا، فخلاهم أصحاب أمراض نفسية. خليني أقولك، لو أنت سكوتك على حقك أو على الظلم اللي أنت تعرضت له أو إجبارك على التسامح هيوصلك إنك تبقى مريض نفسي، أنا بقولك لأ، ما تسامحش وما تسيبش حقك، وحاول تاخده بايديك. مش بزقك انك تكون عدواني، بالعكس انا في الحالة دي بمنعك انك تكون عدواني، لان سكوتك عن حقك ممكن يخليك مريض، ولو بقيت مريض هتأذي اللي حواليك، وده مش المطلوب. فخد حقك وخلاص. هذه رسالة موجهة.